كل شعب مصر. رقم 2 سمير صبري بتاع مصر الاعلام. انا عارف الملزق ده. رقم 2 قلنا دفعنا بعدم الاختصاص الولائي في الدعوه. القضايا اللي زي دي بتنظر قدام قضاء مجلس الدوله. ماشي. احنا النهارده اللي حصل كالاتي في الجلسه. تضامن معانا اساتذه ورفاع محامين. تضامنوا معانا ودخلوا في اساتذه كويسين، وفي ناس دخلت مع سمير صبري 2 محامين كمان دخلوا. بقول لهم انتوا داخلين ليه؟ داخلين عشان ايه؟ يعني ايه؟ القضيه بيعملوها شو اعلامي. سمير صبري من ضمن الشو الاعلامي بتاعه رافع قضيه بيتهم فيها الرئيس مبارك انه قتل السادات. طلع حسب الله الكفراوي اللي هو دليل الاتهام بتاعه قال له ما حصلش. قال له سيد انا عندي، قال له انا بقول لك ما حصلش. وعقود تكسب وطريق الجمهور. احنا النهارده ده اللي تم في القضيه دي اول خطوه احنا بنخطيها كمحامين عندنا كرامه. طب هو ليه مش هستنى محامين الكويت يقول لك احنا شايلين له فيل ويبعتوا لنا. يبقى انا من باب اولى لما يجي محامي كده من الكويت ماشي يبقى انا ماليش لازمه في الكارنيه ده. الكارنيه ده ملوش لازمه عندي. برافو عليك. لما انا محامي واجي لي محامي من بره يبقى انا كارنيه ملوش لازمه. يبقى انا كده ماليش لازمه خالص. هم كانوا احنا النهارده دي اول خطوه، بس اقسم بالله مع الناس المحترمه دي كلها اللي ما خدوش جنيه من حد، اقسم بالله مع الناس المحترمه دي كلها. كل جورنال شتم، كل تلفزيون شتم، كل حاجه عملوها غلط. حتى كل بني ادم غلط فيه لو ماشي حتى في الشارع وتصور وغلط فيه هنقضيه. هنقضيه بصفتنا من ولاد الشعب. دي اول خطوه. اول قضيه اللي اسمه ماجد ده عايز يجيب عصام شرف. ده سمير صبري رفع ضد عصام شرف. الدوله اي قضيه لازم تحضر فيها. محامي الدوله قال له لا انا مش حاضر. فليه؟ عشان يبقى سلمنا بالطلبات وشكرا. كنا النهارده المفروض بنخدم على قفانا تاني ماشي، والاستاذ سمير صبري ياخد شويه اعلامي. النهارده كل واحد حتى لو عددنا قليل بس عرفنا نقول ان احنا مش قليلين. احنا في النهارده في شغل ووظايف مش عايزين نوقفها. دول رموز على فكره، دول رموز. انا معايا ناس الاساتذه الكبار الاساتذه الكبار اللي رفضوا الدفاع عن الرئيس يشكروا ان هم بيقولوا لك احنا رفضنا متاكدين. بس انا عايز اقول لهم كلمه واحده. قول. انت خفت من الناس وما خفتش من ربنا. ونعم بالله. انا النهارده لو شعب مصر كله ضد حسني مبارك وانا شايف انه بريء انا هقف ضد الشعب. دي امان، دي يمين احنا حلفناه في النقابه. بيبقى عارف ان هو تاجر مخدرات وان هو مش بيتاجر بالناس وبالشعب وبيدافع عنه. زي رئيس الجمهوريه اللي حماه ما يدافعش عنه. يا استاذ انا مش هنتكلم عن حاجه، مش انا بقول لكم مثال بسيط. النهارده جمال عبد الناصر، محمد نجيب حتى اللي كان قبله، انور السادات، شفت حاجه اسمها نشيل يافطته ونحط يافطه حد تاني؟ هو اللي حط يافطه محمد نجيب، هو اللي حط يافطه السادات، هو اللي حط يافطه الناس دي كلها وعرابي، هو اللي حط الناس دي كلها. نتكلم في حاجه تاني ماشي. النهارده لو انت عايز تكرم يا سمير يا صبري، يعني عايز تكرم الشهداء زي ما بتدعي تكريم الشهيد، مش انك تحط له يافطه. الشهيد اجره عند ربنا، مش مستنيك انت تكرمه، وربنا اعلم بين الشهيد. مش شرط كل واحد اذا اقتتل مؤمنان فاقتتلوا لانه مقتول في النار. اللي عارف الشهاده وعارف ان ده شهيد ولا مش شهيد ربنا. مش هنزكي حد عن حد. ويا اخي لو عايز تكرمه تقديرا مننا للشهيد عندك بنقول 630 شهيد. اعمل يعني في العصر اللي بتقول عليه ظالم اتعمل كتب جديده ومطلع فيها وي في العصر الجديد بقى نضيف هتعملوا ايه؟ ورونا خد مبدا الشهداء اعمل جديد في كل شهيد مدينه. انا عايز اشوف 630 مدينه جديده. ما يستجيبش بقى. دوركم ايه في الدفاع عن الرئيس مبارك؟ دورنا في الدفاع عن الرئيس مبارك رقم واحد احنا ناس من الشعب. ما خدناش اي تفويض من او انتداب من نقابه المحامين. لسه نقابه المحامين ما انتدبتناش. والرئيس مبارك ما بعتناش اي توكيلات. لا احنا تدخلنا في قضايا يا باشا، في قضايا يشترط فيها الصفه، في قضايا يا جماعه يشترط فيها الصفه. ماشي. فانا بصفتي المواطن وده الرئيس الشرعي للدوله مفيش دليل ان هو ترك الاستقال. التخلي باطل. التخلي ده عايز اقول يا بعد معلش ده الرئيس ده صفه. انا مسلوك كصفه، انا ليا صفه حتى لو خدت بطلان. انا اقول لك حاجه، خدت بطلان هم النهارده هل امريكا عندها قيم واخلاق؟ هل هم لهم صفه انهم يفهمونا؟ هل امريكا لها قيم واخلاق اكتر من مصر؟ لا. ما شفناهمش طلعوا شتموا في كلينتون او بوش او غيره. ما شفناهمش في حد. اثبتوا قال لك ان احنا غلطنا بعد الزم عليك. قالوا ان
احنا غلطنا في حرب العراق، بس هل ده قالك نجيب وش حاكمه؟ لا ده عيب، ده اهدار للاخلاق. لو هي الثوره قامت عشان اهدار الاخلاق ايه بقى؟ اولا عن المصلحه خطوات الدفاع عن رئيس القضيه. اي قضيه المصلحه فيها متفقه بالنسبه لنا. دفاع عن اسمه. قول لنا ايه اللي عملته النهارده في الجلسه؟ اللي انت عملته النهارده في الجلسه ايه؟ اللي انا عملته في الجلسه ايوه يوم الثلاث تمام عملت تحدي تدخل هجومي انا تمام وعرضناها على الفيسبوك على صفحه هيئه الدفاع لرئيس الوزراء تمام وعرضناها على صفحه انا اسف يا ريس وعرضناها على كل الصفحات المحترمه اللي معانا وقلنا يا جماعه اي استاذ من الاساتذه الافاضل المحامين ثواني يا استاذ اي استاذ من الاساتذه الافاضل المحامين عايزين ينضم الينا يشرفنا الناس اللي مش محامين ويجرد ان هم يخرجوا من اللجان الشعبيه تحمينا وده اللي حصل النهارده احنا كان ممكن نموت الناس المحترمه دي دورها اكبر مننا ان هي وقفت جنبنا بره تمام ايه اللي حصل في الجلسه بقى؟ اللي حصل في الجلسه ان الاستاذ هيئة قضايا الدولة ما حضرش مع انه اعلن قانونا اللي هو عن عصام شرف تمام المفروض انه اعلن قانونا يعني لازم يحضر تمام ويدفع او يقول اي حاجة انما هو ما حضرش خالص. معنى مين المحامي اللي رافع سمير صبري بيقول ايه في القضية بتاعته؟ بيقول ازالة اسم مبارك او حسني مبارك او سلطان مبارك من على الميادين والشوارع واي مدارس او الكلام ده كله ووضع بدل اسماء شهداء 25 وانتوا رديتوا وقلتوا ايه؟ هيئة الدفاع احنا ردينا قلنا سمير صبري ما ينفعش نرفع الدعوة لوحده لانه ما بيمثلش الشعب المصري كله. احنا ناس من الشعب المصري في ناس كتير معانا بيقولوا لا تمام ماشي. قلنا تاني والقاضي حكم بايه؟ القاضي اجل الجلسة 14/4 للاستاذ طلب مذكرات ما كانش عامل حسابه ان احنا داخلين ان في حد هيخش كان مقشرها ومطبقها مع ناس ثانيه ما انه يحضر ومحدش يحضر يعني احنا بالسلامه ايه. هل انتم كان معاكم مذكرات؟ احنا كان معانا حظة مستندات قدمناها بتدينا اللي هي الماده 126 من القانون اللي بتدينا الحق ان احنا نتقدم ونتدخل هجوميا في الدعوه. على النهارده يا جماعه دلوقتي بعد اذنكم احنا وقفنا ثانية واحدة ممكن نجمع نفسينا عشان نحدد هنتحرك فين.